تعالوا بينا بقى نعمل حاجة حلوة كده، تقولي عليها نايتي، تقولي جاتو، تقولي أشطوطة غرقانة بالصوص كده وطعم خرافة. ولادك كل يوم هيطلبوها منك. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير بتاعتنا. عندنا كوباية ونص من الدقيق. طبعا أهم حاجة إن احنا هننخل الدقيق الأول، وذرة ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هننخل بقى الحاجة دي. عملتها ولادي ادمنوها، كل يوم يقولوا لي اعملي لنا منها، طعم روعة. لازم بقى ننخل الدقيق عشان ايه؟ يدخلوا هوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندنا الكيك شيف او بيكنج باودر، انا هحط الكيس كله. واهم حاجة بقى في المرحلة دي ان انت تقلبي كويس جدا، عشان ما يبقاش دايما تقولي ايه ده حتة هابطة في الصينية او حتة عالية بسبب ان انت ما تقلبيش البيكنج باودر. جبنا الخلاط بتاعنا، هنحط كوباية لبن. بصراحة انا حطيت كوباية ونص لبن، لان لقيت السمك بتاعها كان تقيل، فحطيت كوباية ونص لبن. وحطيت كوباية الا ربع زيت، يبقى كوباية ونص لبن وكوباية الا ربع زيت. عندنا كوباية سكر، وحسب ما انت عايزة، حابة تزودي بقى تنقصي عن كوباية السكر. انا حطيت شوية سكر، كوباية وشوية كده، بس طلعت بصراحة مسكرة، هي كوباية سكر. وعندي فانيليا، حط حاجة بسيطة كده فانيليا. وباكو من الكريم شانتيه المسحوق، مسحوق بتاع الكريم شانتيه هنحطه. ممكن تحطي برضو شوية يعني انا لما جيت عملتها المرة التانية حطيت شوية ايه بتاع ده كريم كراميل في قلب الحاجة دي. ضربناها كويس في الخلاط، هنحجز منها كوباية. شايفة السمك بتاعها؟ طعمها طعم الصوص ده تحفة. هعينه بقى ايه، هعين الكوباية بقى ديت، هركنها كده وعينها في التلاجة، او ممكن تركنيها لو الجو ساقعة غطيها واركنيها. وعندنا بقى بيضتين اتنين. انا كده خلاص خلصت اهو. وبكون بقى مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. انا بولعه بصراحة من فوق وتحت كهربا، ومبطنة الصينية طبعا بالسمنة والدقيق. كده ضربت الخليط كله مع البيضتين. هنزل بقى بيه على الدقيق وهقلبه كويس جدا اهو، لحد ما ايه توصلي للقوام بتاعه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نخبطها كده خبطتين وهدخلها بقى الفرن. بتقعد نص ساعة وتلت ساعة. انا بصراحة في الحتة دي كانت بنتي معلش صورت، انا سبتها هديت خالص بردت، وبعدين خرمتها وجبت نص كوباية لبن وسقيت الكيكة قبل ما احط الصوص بتاعي ده. يعني سقيتها باللبن الاول، وبعدين حطيت بقى ايه عليها الصوص اللي انا الكوبايه اللي انا كنت ركناها.
الصوص ده طعمه في الكيكة تحفة. بعدين هجيب الكريم كراميل بقى، تزويقة بقى حسب ما انت ايه عايزة تزوقي. هي كان بصراحة شكلها كده كان حلو، بس بنت ايه بقى زودت بقى ايه التزويقة بتاعتها. ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل ده؟ ما تنسوش بقى اللايك، والأول مرة يشوف قناتي لو حابب يشترك في القناة يشترك. كلكم على راسي من فوق. هنبدأ بقى نقطعها، والله جربوها الطعم خطير. وغرقانة بقى بالصوص كراميل ده تحفة، طعمها خطير كده، تقولي عاملة زي النايتي كده، مش طعم كيكة، لا نايتي كده جميلة زي القشطوطة اللي مليانة لبن من جوه، مسقية لبن. تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا للي هياكل. وانتظروني بقى في فيديو جديد، وأترككم في رعاية الله وأمن وحفظه. شوفوا بقى الفيديو للآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.